الشناوي حارس كبير وليه تاريخ، بس لكل وقت أذان، وتعالى أوريك ليه. هنا الشناوي قدام المصري كان قدامه خيار تمرير سهل جدا، ولكن وقف على الكرة بدل ما يباصيها بسرعة، وكان ممكن بعد ما تخبط في مهاجم المصري ترد في الجون. هنا تاني بعد الاستلام في لعيبة من الأهلي في نص الملعب، أو لو مزنوق شتت، ولكن قرر يحط الكرة في نص الملعب على حدود ال 18 وخلاص، وتتحول لهجمة خطيرة على الأهلي. هنا الكرة رجعاله واستهتار في استلام الكرة، فتتحول لركنية على الأهلي بدل ما يبني هجمة. هنا ركنية على الأهلي وألف به حراسة مرمى. الكرة العرضية ما ينفعش ترجع لقلب الملعب، لازم على الأطراف، لأن لو لعيب المصري ما كانش قلش غالبا كانت هتبقى في الجون. وبعدين بقى ختامها مسك، فشل في التعامل مع العرضية وحضن مطارات لفخر الدين بن يوسف، ومش عارف بصراحة ازاي دي ما اتحسبتش ضربة جزاء. الأخطاء دي بتعدي علشان ما تحولتش الأهداف، ولكن لما الفاس تقع في الراس وتخسر ماتش ممكن يكون مهم بسبب الشناوي، هيبقى الموضوع صعب على الشناوي والجمهور. جرس الإنذار بيرن بقاله كذا ماتش، خصوصا إن أنت عندك حارس تاني كان مرشح لأفضل لاعب وحارس داخل القارة. فنصيحتي بلاش عند مع المنطق علشان تفضل الذكرى الأخيرة حلوة يا شناوي.